يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل أحلى وألذ وأجمل وأهش كيكة برتقان هتعمليها في حياتك. هتقولي أنا ما أكلت ازاي الكيكة دي ولا في جمالها، الطعم ايه، الهشاشة ايه. اوه ماي جاد، شايفين؟ ملهاش حل. والله والله بونو بونو بونو، بمعنى يعني يعني الجمال، يعني الهشاشة، يعني طرية جدا جدا، يعني ما تقدرش تمسكيها من كتر ما هي هشة في ايديكي. خلي بالك انا مقطعاها وهي اساسا سخنة، ما استنيتش عليها حتى لما تبرد. الجمال بتاعها ما حصلش، كل اللي دقها اتجنن عليها. يلا بسرعة عشان نشوف القمر ده عملناه ازاي. معايا هنا حوالي كوبايه من البرتقال. طب انت جبتي عصير البرتقال منين يا رانيا؟ انا كنت مخزناه عندي في الفريزر. انت تقدري طبعا تجيبي تانك، بس انا النهارده الصينيه بتاعتي اللي معايا دي بتاخد كيلو من الدقيق، فانا هعمل كميه كبيره عشان بحطها في التلاجة وبنستعملها للفطار. بتقعد معايا بالاسبوع وبالاسبوعين لحد ما تخلص. جميله جدا جدا. ونزلت هنا دلوقتي بكمان كوبايه من البرتقال وحوالي 5 بيضات. تكوني مطلعاهم من التلاجة قبليها بشوية، لازم لازم. وبتنزلي بكوباية انا حطيت كوبايتين سكر، انت تقدري تحطي كوباية ونص عادي. والفانيليا وكوباية من الزيت، كوباية واحدة من الزيت. صدقيني، اسمعي كلامي، هتلاقيها تحفة ومش محتاجة اكتر من كده. عايزه تحطي كوبايه ونص حطي، بس انا عن نفسي بحط كوبايه بس عشان تبقى خفيفه. وبنزل بالكيسين، انا معايا هنا دلوقتي كيلو من الدقيق نخلاه كويس جدا. وبحط دلوقتي عليه كيسين من البيكنج باودر. وطبعا ما تنسيش رشه الملح، اوعي تنسيها عشان دي اللي هتظبط معاكي الطعم في الاخر. وبنقلب كويس قوي المواد الجافه بتاعتنا. وبنزل دلوقتي بعد ما باخد الخليط بتاعي واضربه كويس جدا في الخلاط، بنزل بيه. شايفين اللون بتاعه؟ ملوش حل، ملوش حل. طيب انا يا رانيا ما عنديش اللي هو عصير برتقان، ولا يعني ما عنديش يا ستي تانك، ما عنديش عصير التانك. انا بوريكم هنا الاول بس عشان ما نخرجش عن الموضوع بتاعنا. طبعا انا بنزل بايه المقدار لحد ما يعمل معايا، يدي معايا السمك اللي انا عايزاه. لان احنا عاملين هنا كيلو من الدقيق معايا. طبعا احنا عاملين كيلو من الدقيق، خلي بالك موفره جدا 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 ومش مكلفه والله. لما تقعد معاكي بالاسبوعين في التلاجة تسحبي منها كأن عندك بسكويت. فانا كل اللي عندي يعني اكتريت اللي عندي بيعشقوا حاجه اسمها كيكه البرتقال دي. بس انا والله اللي بكسل اعملها بصراحه، يعني هي ما بتاخدش وقت، وعايزه اقول لك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. وبنزل دلوقتي بغطيين من الايه الخل. زي ما اتفقنا، انا دلوقتي كيلو دي ده خد مني حوالي 4 كوبايات الا ربع من عصير البرتقال. ماشي. وبنصب الخليط بتاعنا في قلب الصينيه. زي ما انتم شايفين بتكوني مبطناها طبعا قبليها بسمنه وبدقيق او زيت ودقيق. وبتدخليها الفرن على فرن يكون سخن قبليها بحوالي 10 دقايق، 180 او 200 درجة. وبتدخليها في النص، الشبكة اللي في النص، وبتسيبيها بالظبط اقل من نص ساعة بحوالي 5 ثواني. هنقول نص ساعة يا ستي، نص ساعة وافتحي هتلاقيها بالحلاوة اللي انت شايفاها دي. ما حصلتش. زي ما قلت لك، لو انت ما عندكيش البرتقان او تانك، تقدري تاخدي بشر البرتقان او بشر الاستفندي وتعملي بيه، تحطيه في قلب الخلاط وتحطي عليه مقدار الميه اللي احنا قلنا، مقدار العصير اللي احنا قلنا عليه. يعني مثلا هتحطي مثلا لكل كوبايه ميه معلقه، وتضربيهم في الخلاط وتعملي منهم العصير بتاع البرتقال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم. سلام عليكم.